كان لازم حياتي تتغير بعد السر اللي غير حياتي كلها وخلى حياتي أفضل من الأول. أنا أحمد، عندي 29 سنة، يعني ملتزم لحد ما. وفي يوم وأنا رايحة أصلي في المسجد كان في شيخ عامل درس جميل بين الصلوات. كان بيتكلم الشيخ عن قيام الليل وفوايده علينا وإزاي ليه فضل عظيم قيام الليل، وقال كلمة شدتني قوي، وهي إن قيام الليل ليه فضل عظيم، وإن كل ما تقرب من ربك بالليل هتلاقي النور في حياتك. وافتكرت إني دايما كنت بقول مش دلوقتي، عندي شغل، خليها الصبح بقى، وبقوم متأخر وطبعا مش بصلي. بس طول الوقت كنت بحس إني محتاج حاجة تقربني من ربنا أكتر وأكتر. والشيخ قال إن قيام الليل مش بس عبادة وقت الليل، ده وقت السكينة والراحة، هتحس بفرق كبير في قلبك. جربوا يا شباب، هتلاقوا إن قيام الليل وقت السحر، جرب هتلاقي نفسك كل ما تصلي ركعات في هدوء الليل وتتوجه لربنا مع كل سجدة هتشعر براحة غريبة، هتلاقي نفسك قلبك مفتوح ومنشرح. أحمد روح من المسجد وفضل قاعد يفكر في الكلام طول ما هو مروح وفي الدرس اللي قاله الشيخ. وأول ما روح بدأ يصلي قيام الليل واستمر عليه لمدة أيام كتيرة قوي، وفعلا بدأ يحس بتغيرات كبيرة في حياته، وبدأ يحس بنشاط أكتر في يومه، وحياته اليومية بقت أفضل، وكان ربنا بيسرله أموره بشكل غريب. وفي يوم من الأيام قرر أحمد إن هو يشارك تجربته مع أصدقاء ليه في المسجد، وقال لهم كنت دايما مش ملتزم بالصلاة بشكل كبير، كنت مش قادر أحقق السكينة اللي كنت محتاجها، بس لما جربت صلاة قيام الليل حسيت إن الحياة بقت أخف، وحسيت بتواصل روحي مع ربنا. رد عليه واحد من أصحابه وقال له ده من فضل ربنا قيام الليل هو المفتاح للراحة والطمأنينة. ومن اليوم ده أحمد قرر إن هو يبدأ يشعر بتوازن في حياته، وبدأ يلاحظ بركة في حياته وفي وقته، وإن ربنا يسر كل أموره، وكان في توفيق في كل شيء بيعمله، وإن قيام الليل غير كتير من شخصيته وخلاه أكتر صبر، وخلاه أفضل في تعاملاته مع الناس. واللي نتعلمه من قصتنا يا أحبابي إن قيام الليل مصدر للسكينة والطمأنينة، وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الليل إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قيام الليل هو من أفضل الأوقات اللي يمكن فيها للإنسان إن هو يشعر بالقرب من ربنا ويتفرغ لعبادته بعيدا عن كل المشاكل الحياة. التواصل مع ربنا في أوقات السكون وانت في حالة من الصفاء الذهني دي حاجة عظيمة جدا. التوجه لله، إنك تتوجه لربنا بكل خشوع وبكل مشاعرك، بركة في حياتك، هيجعلك بركة في حياتك لما تخلي قيام الليل جزء من حياتك ومن روتينك اليومي، وفي علاقتك بالناس وفي شغلك وفي حياتك العملية. الراحة النفسية وقيام الليل هيساعدك إنك تتخلص من القلق والتوتر، وهيعطيك شعور بالسكينة والاطمئنان وإنك تتواصل مع ربنا أكتر. دعاء الليل مستجاب في هذه الأوقات، إنك لما تدعي ربنا في أوقات الليل دعائك هيكون مستجاب بمشيئة الله. ودينا شايفين أحمد بقى شخص مختلف، وبقى ملتزم ومتوازن أكتر في حياته بقت كبيرة قوي بالرضا وبالراحة، وبدأ يفهم إن العبادة مش بس في الصلاة، مش بس بصلاة الفروض العادية، هي في كل لحظة بتقضيها مع ربنا وفي قرب من ربنا سبحانه وتعالى. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير واشتراك، شكرا.